السلام عليكم. شلونكم شباب؟ ويانا طريقة عمل روت للجهاز جالكسي جراند نيو بلس. طبعا بعد عناء طويل تقريبا 6 اشهر يلا لقيت الطريقة، وانا جهازي ما مسوي له روت اصلا. يعني 6 اشهر يلا لقيت الطريقة، وهذا خاف يقولون كذب. هذا اسم الجهاز، اقدر اسوي اعادة تسمية صح، بس هذا رقم الطراز يعني ما اقدر احاول بيه او اغير بيه. هو هذا الجهاز نظامه 4.4.4. مثل ما تشوفون شباب رقم الإصدار، تدوس عليه 7 مرات راح يفعل لك المطور. بعد ما تفعل المطور تروح على خيارات المطور. هاي الشباب كانت طافية هيجي، سويها شغلة، سويها خضرة. هسه نطلع من البرامج كلها، نروح على برنامج اسمه روت 360. هذا شباب البرنامج. شباب اول ما ندخل على البرنامج راح تطلع له وجه من البرنامج. شباب شوفوا هذا الصفر، هذا قبل لا اسوي روت انا كان مكانه مكتوب روت. راح تدوس روت، بعد ما فعلنا خيارات المطور راح تدوس روت، راح يشتغل عندك الروت طبيعي. يظل يحمل لما يوصل 100 ويتفعل الروت طبيعي. ننزل هذا البرنامج روت تشيكر، ننزله. بعد ما نزلنا ندخل عليه نختبر الروت موجود له لا. انا شباب مسويها الطريقة من قبل، بس مسحت بيانات البرنامج على مود اراويكم اكو روت ولا لا. هذا الشباب البرنامج ندوس عليه، ندوس على هاي الايقونة، راح يطلع لنا صح مثل ما شفت الشباب اكو روت بالجهاز. وشباب لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، وان شاء الله انزل لكم برامج احلى واحسن من قناة انيموس اندرويد. مع السلامة.